الباب الذي نحن بصدده اسمه باب المد، ويقال له في بعض المصنفات في التجويد باب المد والقصر. إيش المد وإيش القصر؟ القصر طبعا في اللغة القصر هو الحبس، قصرت كذا على كذا، حبسته عليه. عند المجودين القصر هو عدم الزيادة في المد. القصر عدم الزيادة في المد على المد الموجود بشكل طبيعي في حرف المد. يعني لما بنقول موسى، موسى، عيسى، يا موسى، هذه المدود إن شئت أن تسميها مدود فهي مدود طبيعية، يعني يمدها الإنسان بطبيعته ولو ما درس تجويد. موسى، ما حدا بيقول موسى. لو قلنا موسى ما عاد في واو ولا عاد في ألف، صارت فتحة. الواو صارت ضمة والألف صارت فتحة. لكن موسى هذه مدود طبيعية. قالوا مدود طبيعية. فهذا المد الطبيعي يسمونه قصر. قصر بمعنى حبس المد عن التطويل، منعه من أن يطول زيادة عن المطلوب. زيادة عن المطلوب. انتبهوا، أي زيادة على الطبيعي، أي زيادة في الطول على الطبيعي يسمونها مد. يعني مثل ما طلعنا عن الحد الطبيعي ولو شوي، ولو حركة واحدة صارت 3 حركات، يعني صار اسمه إيه؟ مد. لذلك بعض المصنفين يعني يعنونون للباب، يقولون باب المد والقصر. بعضهم يعنون له باب المد، ما يقولون والقصر. يقول لك القصر هذا شيء طبيعي، شيء معروف، يعني ما في داعي أن أنص عليه. أنا أنص على الزائد، والزائد هو المد، فيقولون باب المد. انتبهنا؟ يعني أحببت أن أنبه على هذه الملاحظة، حتى إذا بعض إخواننا المتخصصين ممن يسمعني فتح كتابا من كتب القراءات أو التجويد القديمة فوجد باب المد، يقول لماذا لم يذكر القصر؟ بالنسبة لهم القصر شيء طبيعي إنك تجيبه، ما في داعي أن أنص عليه، أنا أنص فقط على الزيادة. ومن هؤلاء الذين نصوا فقط على المد الإمام أبو القاسم الهذلي رحمه الله في كتابه الكامل في القراءات ال50، وهو أوسع كتاب قراءات ظهر في التاريخ الإسلامي. فأبو القاسم الهذلي قال كتاب المد، ما قال والقصر، قال كتاب المد، لأنه اعتبر أن القصر هذا شيء طبيعي، لكن الذي ينص عليه هو الزيادة، التطويل عن الطبيعي. إمامنا الجزري رحمه الله بدأ ذكره للمدود في القرآن الكريم بأن قال والمد، يعني التطويل عن الطبيعي، لازم وواجب أتى وجائز. لازم وواجب أتى وجائز، وهو أي المد وقصر ثبتا. يعني ثبت عن رسول الله أنه مد طبعا في مواضع، وثبت عنه أنه قصر. قصر يعني المد الطبيعي، كما مر معنا الآن في بعض الآثار يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، هذه يعني المد الطبيعي. هكذا روى أئمتنا، وهكذا ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهو وقصر ثبت. هذه الأبيات نراها من خلال اللوحات التعليمية في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى. فنرى على اللوحة باب المد والقصر. والمد، قال إمامنا الجزري في البيت 69: والمد لازم وواجب أتى وجائز. إذن قسم المد إلى كم قسم؟ لازم وواجب وجائز. ثم قال وهو أي المد، المد من حيث هو مد، وقصر ثبتا. فالألف في كلمة ثبتا للتثنية. ثبتا أي ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أئمة القراءة لنا ذلك جيلا بعد جيل.